السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا بعد فترة انقطاع طويلة فاتت رجعنا بفيديو جديد. النهاردة هنجرب شوية مشروبات مصرية وجربت منه منتج، فقلت أجيب باقي كل الأطعمة وأجربها مع بعض. النهاردة معانا 1 2 3 4 أطعمة من ماركة في 7. الماركة دي حلوة وكنت جربت ليها في كولا اللي بطعم الكولا، وبصراحة كان طعمها جامد، بس أنا حاولت أجيبها في الفيديو وأدور عليها ما لقيتهاش في أي ماركت قريب، وقلت أجيب باقي الأطعمة ونجربها مع بعض. أنا طبعا الأطعمة دي معرفش عنها حاجة، نجربها مع بعض ونشوف هل تستحق ولا لأ. يلا نجرب. أول طعم معانا وهو من في 7، ده اسمه ده بطعم الاناناس بالجوز الهند. يعني بص، هو الميكس ده عجيب، وانا بطبعي ما بحبش الميكسات، ولكن ماشي، اناناس وجوز هند مع بعض. فيتامين، مكتوب بص فيتامين بي 6 وبي 12، يعني لو انتم شايفين اهو فيتامين بي 6 وبي 12، ومعاها متحليه بالعسل مش بالسكر. واو، حلو التغليف بصراحه، جامد. غطا كده من فوق علشان يخليها نظيفه على طول، حلو قوي. والمساحه بتاعتها، السعه بتاعتها 300 مللي، رقم كبير، وسعرها 15 جنيه. تعال نجرب الميكس ده، ولو اني انا ما بحبش الميكسات ولكن نجرب. اوه، اوه اللون ده، اوه، ايه اللون ده؟ هو لون الجوز الهند، معروف ان ده لون الجوز الهند من جوه، بس ريحته جوز هند قوي. ايوه، جوز الهند مسيطر قوي، مفيش اناناس. ندوس. الطعم ده غريب، الطعم ده ما عداش عليا قبل كده. جوز هند قوي قوي، ومن بعيد كده في اناناس اللي هو زي بتاع فيروز وبتاع الحاجات دي. آه شغال شغال، هو ما عجبنيش. انا انسان بطبعي ما بحبش جوز الهند. لو بتحب جوز الهند فالمشروب ده هيبقى ليك حلو قوي وهيعجبك جدا. تاني مشروب معانا من في 7، ده مشروب بطعم التوت. تمام، التوت هنا مكتوب عليه ان هو 100% طبيعي، وفي برضه فيتامينات، فيتامين دي اللي هو فيتامين د، وبي 12. حلو موضوع الفيتامينات دي يعني، وبرضه متحلي بالعسل و300 مللي. يمكن اصلا اسم الماركه في 7 علشان فيتامينز وكده. والله ممكن، انا ما اعرفش. احنا الناس انتشرت عشان الكولا وكده، والناس عايزه حاجه مصريه، فممكن يكون اصلا ده مشروب هيلثي واحنا مش واخدين بالنا يعني. بس حلو الكلام ده، ماشي نجرب. ده توت. اللون ده، يا خبر ابيض. ايه اللون ده؟ انا ما بحبش التوت، انا ما بحبش التوت. انا هجربه عشانكم، والله هجربه عشانكم. انا ما بص يا جماعه، لونه اقسم بالله يخوف. ماشي. يعني على عكس المتوقع، على عكس المتوقع ان انا ما بحبش التوت، بس يعني لا، الافتر تيست كده بعد ما بتشرب بتحس ان في دواء كحه كده في الاخر بتاع الاطفال. لا، لا، هي الصودا بتاعتها قويه جدا، يعني الصودا بتاعتها فعلا هتهضم معاك ولو واكل خروف. بس الفكره الطعم ممكن يكون محبوب عند ناس، يعني هو الطعم توت قوي، يعني باين قوي التوت، بس مش مودي، مش ستايلي، بس هي لطيف. ماشي، نيجي لتالت طعم معانا وهو الليمون. الليمون بالنعناع. ده يا سيدي بيقول لك ان فيه فيتامين بي 1 وبي 12 و100% طبيعي برضه، ومحلى بالعسل. تمام، كلام حلو قوي. افتح. الله، حلو اللون، ليمون. اللون احلى واحلى حاجه في الغطا ده. اشرب منه شويه واقفل يا باشا، ولا تخاف، مش هيجرى له حاجه. ده التغليف 100% بصراحه. شم.
ماشي، الريحه ليمون ونعناع اوفر، نعناع طاغي. انا في العادي بشرب في مشروبات الصودا بشرب الليمون يعني. دايما في حاجات المقاطعه كنت بشرب دايما حاجات الليمون، ماليش في الكولا والبيبسي والحاجات دي. فتعالوا نشوف، يا رب يكون ده بديل للحاجات المقاطعه يعني. بص هو قوي، وبرضه الصودا بتاعته حلوه قوي، بس مش زي الحاجات المقاطعه. يعني الطعم ده مميز لفي ما لا، مش انا ما نقدرش نقول انه 7 ولا سبرايت ولا الحاجات المقاطعه دي. لا، بعيد بصراحه. شغال، بس مش احلى طعم للمنتجات الليمون. هو ليمون طبيعي، كانك عامل شوب ليمون ونعناع فريش بالظبط. ما فيش الجو بتاع سبرايت والكلام ده، حتى اللون حتى كان بيحكم يعني. نيجي لاخر طعم معانا وهو طعم الرمان. انا مش عاجبني في الموضوع غير العلبه يعني. لا لا والله بجد، طعمهم حلو، بس انا بقول رايي يعني فيهم ليس الا، لكنهم طعمهم حلو يعني. كل واحد ليه ذوق الشخصي. دي رمان. اذا نسينا نقول فيها فيتامينات ايه. دي فيها نفس الكلام، فيتامين بي 1 وبي 12، وبرده من الحلاوه بالعسل. تمام، دي رمان. باين اللون. النهارده خدنا شويه الوان حلوين قوي. حلو، فندوق بقى الرمان. جامد. كنت متوقع انه الرمان ده بالظبط كأنه واحد قشر رمانه وفصصها كده وقال لك وحطها لك في بقك حرفيا. دي كأنه معصور جوه رمان عادي، رمان طبيعي، مش مفيش اي طعم، مكسبات طعم ولا حاجه، هو رمان فعلا حقيقي. دي ممتازه. دي ممكن تبقى المفضله ليا من في 7 بصراحه. حلو قوي. سعر اي كان من دول 15 جنيه، وممكن تلاقيه متوفر في السوبر ماركت اللي حواليك او لا، لان انا ما عنديش فكره ان كانوا انتشروا في مصر كلها ولا لا. بس ترتيبي لو هنقيم بالنسبه لي انا كاي الطعم اللي عجبك، فهيبقى الرمان، بعديه الليمون، بعديه التوت، واخر حاجه عشان انا ما بحبش الجوز الهند. الجوز الهند بالاناناس. ممكن ناس كتير تحب الجوز الهند بالاناناس، لكن انا عن نفسي ما بحبش ما بحبش جوز الهند. فيعني ده رايي الشخصي. المنتج حلو قوي. هو مشروب يعتبر زي عصير الفريش، معمول له محطوط له صودا علشان برضو نبعد عن المنتجات المقاطعه. تغليف حلو، الطعم حلو قوي جدا الطعم بصراحه يعني. 15 جنيه على الكان مش كتير. ده اللي كان معايا في الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.